السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كتير مننا بيتخوف من تربية الطيور بعد غلاء الأعلاف والحاجات اللي بياكلها الطيور، فبيعتبر برضو هي ممكن بتبقى ساعات ممكن تكون مكلفة لو احنا يعني ما حاولناش نوفر في حاجات ممكن نستخدمها في البيت، بدائل للعلف، حاجات ممكن نعملها خلطات توفر معايا كمية العلف وكمية الحاجات اللي ممكن اشتريها من بره زي الذرة والمثلا العلف الذرة العويجة، الحاجات كلها بتاعت الأعلاف. طبعا أسعارها غالية شوية مع انها نزلت حبة عن الأول، ولكن ناس كتير بتتخوف ان من تكلفة التربية بالطريقة دي. فاحنا لازم نحط في دماغنا ان في عناصر بنوفرها للفرخ في غذائه. اهم حاجة ان توفر الحاجات دي، يعني ممكن نوفرها، ممكن هنعمل شوية بدائل علف من البيت، شوية حاجات ممكن تغنينا عن البروتين العلف. فهنعمل شوية خلطات وحاجات ممكن هتغني عن موضوع العلف او هتوفر فيه. فبدل ما تستهلكوا مثلا الكمية، مثلا نفترض، يعني انا بقول مثال 10 كيلو، لا مثلا هنشتري 5 كيلو، هكذا. فاي حاجة من الحاجات اللي ممكن نستخدمها للطيور، بس نراعي ان احنا نقدم له الغذاء المتوازن اللي فيه كل العناصر اللي تخليه يعمل معدل تحويل للوزن وانا بربي للوزن مثلا او للذبح، او تخلي لي فيه اعلى انتاجية للبيض لو باخد منه بيض. فهي ايام هتيجي ان احنا بنقول ان ممكن نربي من غير تكلفة، زي ما انتم متخيلين ان في ايام هنستخدم حاجات غير مكلفة خالص، ببلاش تقريبا، حرفيا هي ببلاش هنستخدمها للطيور، وهتوفر معايا مثلا اكل الطيور في اليوم ده. مثلا احنا بنطلع وجبتين، فوجبة من الوجبات هتبقى ببلاش كده من البيت، وفي نفس الوقت كلها عناصر مهمة ومفيدة للفرخ، وتدي معايا غذاء وتدي صحة وتدي انتاج للبيض وتدي تحويل كمال للفرخ لو انا بربيه للحم او للذبح. طيب النهاردة هنأكل الطيور زي ما اتفقنا ببلاش ازاي، وفي نفس الوقت مش هيأثر على انتاجيته سواء من البيض او تحويل الوزن. هنيجي هنقول ازاي ممكن اوفر بالطريقة دي. نفترض انت نزلت السوق واشتريت شوية حاجات للبيت، حاولي تشوفي في السوق الحاجات اللي هي ممكن تكون مش هتنفع ان احنا نستخدمها. مثلا شوية طماطم مثلا متكسرين، شوية خيار متكسرين، شوية بطاطس وبشوريهم، مثلا قطع من الفلفل، قطع من الباذنجان برضو المكسر. الحاجات دي بتتباع في السوق كده يعني برخص التراب زي ما بيقولوا. غير كده انتي ما تكلفتيش تكلفة لا تذكر بالنسبة لو انتي اشتريتي علف وبقى وذرة ومش عارفاه، فانت وفرت في اكل الفراخ وما تكلفتيش زي ما انت متخيلة. يبقى في بدائل احنا هنستخدمها توفر عليا كمية العلف. تمام، زي البدائل اللي احنا قلنا، بواقي الخضار اللي بتبقى موجودة في السوق. نفترض انت جبت النهاردة وعملتي المحشي مثلا، اتبقى بقى التقوير بتاع المحشي. انا جبنا شوية طماطم وغليناهم على النار، عملناهم صلصة. فكل البواقي الطماطم اللي قطعناها قبل ما نحطها على النار حطيتها. جبنا جرجير، قطعنا العصي بتاعته اللي من السيقان بتاعته للفراخ. كان عندي مثلا رغيفين بلناهم بشوية مية. كل الخلطة دي كلها عناصر مفيدة. الجرجير مفيد جدا لخصوبة الفرخ وموضوع انتاج البيض. الطماطم كلها املاح وفيتامينات. طبعا العيش ده مصدر للبروتين وكمان تحويل الاوزان. فانتي الطبق اللي انت عملتيه دلوقتي طبق يعني هيشكروك عليه. كله يعني من الاخر كده حاجة مفيدة للفرخ، حاجة مش هتأثر معاه في موضوع انتاجية البيض، ووفرتي كمان. انت لو حسبت الطبق ده انت اتكلفتي فيه ده كله، ده انا مقطعاه في البيت حتى ما اشتريتوش من السوق. بواقي الطماطم بتاعة البيت، بواقي الجرجير، البواقي كلها اللي موجودة في البيت لمتها عملنا أكلة للطيور. يبقى الطيور كلفتنا حاجة. لو احنا عملت مثلا يوم في أكلة زي كده كلفتك حاجة،
ولا اي حاجة. زي ما بيقولوا كده الطير بياخد حسنة البيت، فضة البيت بقى من الفتافيت الاطفال، بواقي العيش، بواقي الخضار. وفي نفس الوقت انا ما تكلفتش ولا يعني حسيت بتكلفة الطيور، وان تربية الطيور عليا يعني هتكلف بيتي او هتضغط على ميزانية البيت. بالعكس، انت لو حسبتيها شوية الحاجات هتشتريهم من بره على حاجات اللي موجودة في البيت دي، مش هتكلفك اي شيء يذكر. يعني بالنسبة ان انت هتاخدي حاجة طعمها حلو، هتاخدي بيضة ارخص لو حسبتيها ارخص ما تشتريها من بره. فبالتالي لا، ما نخافش من تربية الطيور ابدا. انا ضفت دلوقتي طبقة من الخلطة اللي كنا عاملينها قبل كده، خلطة العلف بتاعة الفراخ البياضة. حطيت طبق لان لقيت فيه شوية مية، بس انا حطيت الطبق ده نكمل بيه الاكل. وفي نفس الوقت كمان عشان اما لقيت ما ينفعش نحط الطيور تكون حاجة فيها سوائل كتير او مية كتير، فلازم نفلفلها بشوية حاجات، بشوية رد عندك، شوية بواقي رز ناشفين هيمتص برضو شوية المية اللي موجودة في الخلطة. اي حاجة ممكن تمتص المية تحطيها، مش شرط الخلطة اللي احنا عملناها. بس هو حطينا الطبق برضو، زودنا القيمة الغذائية في طبعا البروتين، وفي الطاقة، وفي الكالسيوم، في كل العناصر اللي احنا ممكن نهتم نحطها في الفراخ عشان تديني صحة للفرخ وتديني انتاجية كويسة. وده يعني ضمن الحاجات اللي احنا ممكن من الايام انها توفر معايا في اكل الفراخ. فممكن ايام تاكلوا الفراخ فعلا حرفيا ببلاش من البيت، وبتاخدي منها البيض وبتاخدي منها لحم. فدي من الحاجات الموفرة فعلا في البيت. يعني جربوا هتلاقوا الموضوع ان شاء الله هيمشي معاكم كويس، وحاجة يعني بركة في البيت. فعلا الطيور بركة في البيت. وفي نفس الوقت يعني لو انسان عاوزة تعملي اكل سهلة جدا، هتاخدي فرخة او ديك هتذبحيه، اكلت البيت اكل حلو، اكل نضيف، اكل فيه صحة للاطفال، فيه تغذية. وفي نفس الوقت انت ما عملتيش هم لا قدر الله في يوم من الايام مثلا اليوم ده ما فيهوش ان تعملي حاجة في البيت، او معكيش فلوس تجيبي حاجة. انت معاكي تحت ايدك حاجة تعمليها في البيت، مجرد ما انت اي حاجة هتطلعي تذبحي اللي انت عاوزاه. ده غير البيضة. اتمنى لو انتوا معايا لغاية دلوقتي ما تنسوش اللايك، واتمنى ان شاء الله تستفيدوا وتشجعوا على تربية الطيور وما تتخوفوش. هي في الاول بس اللي انتوا لسه هتكون متعبة شوية، ولكن بعد كده هتبقى حاجة سهلة بالنسبة